الطفلة شهد البالغة من العمر 8 سنوات القاطنة في ناحية البشار جنوب محافظة واسط فقدت والديها منذ 6 أشهر، فأعلنت عن تحملها للمسؤولية كاملة لرعاية واحتضان أشقائها الأربعة، لتتقمص بذلك دور الأم الحانية وهي بسن مبكرة شهد تسطر اليوم أروع آيات الحب والحنان والتضحية تجاه أشقائها بعد أن كتبت لها حكاية وموعد مع القدر. كاميرا 18 كانت في منزل شهد لنتابع. في ناحية البشائر ولدت قصة فتاة وإخوتها الأربعة، فقد كانوا كالعصافير على خرائط الزمن، لم يولدوا بأجنحة ولم تعزف لهم الحياة لحنا، فاتكأوا على بعضهم البعض ليعبروا صحراء المحن بعد أن تركوا على رصيف مجهول. فتاة بعمر الزهور قضت سني عمرها كأم حانية على إخوتها الصغار، فكانت المسؤولية والتحدي لديها عنوان، فسطرت آيات الحب والتضحية والحنان، وكانت لها حكاية وموعد مع القدر. هو على برابيتهم شلون؟ أغسلهم وأسويهم. سجناس ما عدني، هاي حالتنا تعبانة. لا عندنا جناسي، لو هاي يبون الله يرحمه سوينا جناسي، ما أدري ليش. أنت ما داخلة المدرسة؟ لا ما داخلة. جنسية ما عندي. وحالتنا تعبانة، هم ما نقدر نشتغل. زين شلون تساعد أختك بالبيت؟ ما أساعدها أعد نكنس وياها وأعزل حوس. في قلب هذه المعاناة رواية حملت في ثناياها قساوة الزمن تارة وقساوة فقدان الأبوين تارة أخرى، فها هي شهد وإخوتها الأربعة يترقبون بأعين جفت دموعها من الحرمان إلى من يمد لهم يد العون والمساعدة. حرمان كتبه عليهم الزمن، فهم لا يملكون أي شيء يثبت عراقيتهم ولا يتمتعون بأبسط حقوقهم المشروعة التي يتمتع بها أقرانهم. على المدرسة أصلا وأنا هم جنسية لي وهم الأخوان هم يسجلون بالمدرسة
هؤلاء الأطفال ما يمتلكون الجناسي، معاملتهم يوم عن يوم جاي تصعب يعني. هلأ لما بتجي رشا رح قلها أنا بحبي. شو بتتمني؟ سينما؟ سينما. حفلة؟ حفلة. عطر؟ عطر، أنا جاهز. ورح قلها كمان رشا يلا نطلع مشوار سوا. رشا؟ كاكاو؟ انت كتير لطيف وشخصيتك حلوة مميزة. نعم، أنت نجمها لرشا مع بوب كيك. استمتع بطبقة من الكاكاو وبقلبها الكريمة اللذيذة مع إيتي بوب كيك. شو اسمك؟ نقدم لك إيتي بوب كيك سواء بالموز، الليمون أو حتى الكاكاو. نجم الكيك. ماذا بك يا حبيبتي راما؟ أسناني تؤلمني يا أمي. هذا كله بسبب الحلويات وعدم تنظيف الأسنان بشكل مستمر. كلما تأكلين حلويات أكثر ولا تنظفين أسنانك بالفرشاة والمعجون، كلما التسوس يأكل أسنانك أكثر فأكثر. التسوس؟ نعم، إنها مخلوقات شريرة تأكل أسنانك وتحفرها شيئا فشيئا. لن أكثر من أكل الحلويات بعد الآن، ولن آكل إلا المفيد من الطعام والذي لا يسوس أسناني. مستقبلي في صحتي، وصحتي في غذائي ونشاطي. يراد أحد مثل مسؤولين الدولة بأن يساعد المعاملة، يمشيها أو يسهلها بأن نطلع لهم جناسي ذول الأطفال وهم مستحقين مدارس. آخر شيء يمكن نطلع بدون نتيجة ويجوز ما يحصلون على الجنسية وهم عراقيين. بين سطور الذكريات تكتب حلقات مسلسل توج بقصة تكثرها الخواطر، رسمت فيها صور لأحلام أزلية اشتبكت حولها الأقدار حتى دارت ببصرها إلى حياة أشبه بمعترك دائم للأماني والشجون. لبرنامج 18 ابتسام الصافي. مسرحية لحظة حلم هو عنوان لعمل مسرحي جسده طلبة قسم اللغة الإنجليزية في كلية التربية جامعة واسط. عمل مسرحي يعد الأول من نوعه في المحافظة والذي يقدم باللغة الإنجليزية، تناول في مضمونه البعد والأثر التاريخي لعمالقة الشعر العراقي وتجسيد أطر الأدب العربي بتفاصيله. نتاج مسرحي هادف